بعد ما خلصت البروجرام معايا بقيت 68 او تبقى وصل 69 كيلو كمان، والبادي فات بتاعي بيبقى 11.5 ل 11.9. قبل ما اشترك مع كابتن عمر، قبل ما اكون معاه، انا كان دايما عندي فكره ان انا عايز احسن من جسمي، عايز يبقى عندي هيلثي لايف ستايل، بس عشان انا ما كانش عندي بلان، او دايما بروح الجيم بس ما عنديش بلان او حاجه امشي عليها، فما كنتش اورجنايز، فبتمرن حاجه مره كده مره كده مره كده، فما كانش في دايما اي بروجرس بيحصل، فكنت بزهق. وعشان مثلا اخس كنت دايما عندي فكره ان هو كل بروتين كتير وما تاخدش اي كارب عشان الحاجات دي بتتخن ومش عارف ايه، بتبني فاتس وبتاع، فكنت بقلل كارب قوي، اكل بروتين قوي، فكنت بخس بس كنت بخس فاتس وعضلات، فكان بيبقى شكلي وحش. بعد ما خلصت البروجرام معايا بقيت 68 او تبقى وصل 69 كيلو كمان، والبادي فات بتاعي بيبقى 11.5 ل 11.9. شوفوا بجد البروجرس ان هو بيزودني عضلات وقلل فاتس كمان. فهو الفلكسبل دايتنج اللي عامله حلو جدا، وبجد دايما بيبقى فيه بروجرس. وفي نفس الوقت الورك اوت بلان هو دايما حاطط لك فرايتي كتير قوي في التمرين عشان ما تزهقش، اول حاجه. ثانيا عشان بيستهدف كل زاويه من كل العضلات، فان هو حاطط لك فرايتي كتير، انت ما بتتعبش، وفي نفس الوقت ما بتجهدش، لان هو دايما مش حاطط لك حاجه هاي انتنسيتي قوي، يعني دايما بيبقى حاطط حاجه كويسه، وفي نفس الوقت هتعمل بروجرس. اللي هو الحاجه اللي بسطاني جدا كل شويه بيبقى فيه بروجرس، فهو محقق اهم هدفين. الكونسستنسي بيخليك يبقى فيه تكمل، وفي نفس الوقت بيخليك مبسوط وانت بتعمل ده، يعني مفيش حرمان، وفي نفس الوقت فيه بروجرس، فبيخلي فيه كونسستنسي. دول بالنسبه لي اهم اتنين، فبجد انصح اي حد ان هو يشترك ويكمل معاه، لانه بجد هيستفيد. وكمان النصايح اللي هو بيديها لك حتى لو بعد البروجرام خلص هتفضل تستفيد بيها بقيه عمرك، حتى لو انت خلصت البروجرام معاه. فبجد انصح اي حد ان هو يشترك معاه.